السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، اللهم أمين. النهاردة عندنا عزومة جامدة جدا جدا جدا. زوجي العزيز فاجئني بعزومة إخواته، فأنا بقى النهاردة قلت والنبي لا أبدع، هعمل لكم بقى بشاميل باللحمة المفرومة وجلاش باللحمة المفرومة وكوسة باللحمة المفرومة وكمان كفتة مشوية وبانيه كنتاكي حلو جدا 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 وكبدة كمان بالردة. هنعمل أكلة سهلة جدا وبسيطة لكن عزومة تشرف، وكمان هنعمل شوية ملوخية خضراء. هنقول تعالوا نوريكم بس الملوخية الأول كده. شايفين الشكل الخرافي ده؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ألف هنا والشفا. مش هنقول لضيوفنا لإخواتنا وحبايبنا يا رب بس ايه فيديو النهارده يعجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا طاسه او قلايه على النار، حطينا فيها حوالي مغرفه كده من السمنه، وجبنا حوالي كيلو الا ربع كده بصل مفروم في الكبه، او انت تبشريه بقى في المبشره او تقطعيه قطع صغيره. هنجيب بقى حوالي كيلو ونص لحمه مفرومه بقى ليه عشان نعمل كميه حلوه بقى تكفي البشاميل والجلاش والكوسه المحشيه. هعمل لكم الكوسه النهارده بطريقه مختلفه جدا جدا جدا. احنا طبعا هنا فرمنا مع البصل ايه يعني 1 قرن فلفل اخضر كده حامي لو انت حابه يعني، وده بقى كيلو ونص لحمه مفرومه. هنحط بقى توابلنا معروفه بقى، توابل اللحمه وشطه وجنزبيل وقرفه وبابريكا وفلفل اسمر وملح. جينا بقى تعالوا نعمل الصوص بتاع البشاميل. انا هنحضر كده مع بعض ونعمل لكم عزومه جامده جدا. حطينا هنا حوالي كم يجي ربع معلقه ربع كوبايه سمنه او زبده مع نص كوبايه دقيق، ونقلبهم على النار. هنعمله ايه دلوقتي؟ البشاميل اللي بيتعمل بحليب بس او بحليب وميه او بحليب وشوربه او بشوربه بس، المتوفر عندك. انا هنا النهارده ايه هعمله بالحليب بتاعنا، وهنزود له شويه نكهات جامده جدا جدا جدا. تعالوا بقى نجيب التوابل بتاعتنا ونيجي نحط ملح، نحط شويه فلفل اسمر وشويه شطه لو انت حابه يكون حراق، ونقلبهم كده مع بعض. ولو انت حابه بقى كمان ممكن مكعب مرق دجاج، حاجه كده حلوه يعني برضو. وبصوا اهو حبيت بقى احط ايه شويه كاري كده، كاري كده او بابريكا يعني اللي متوافر عندك، الاتنين بيدوا نكهه حلوه يعني. بس بدأ تقل معانا. تعالوا نجيب مغرفه بس كده نوريه لكم السمك بتاعه قد ايه. انا كده حضرت اللحمه المفرومه بقى، وديتها على البوتاجاز التاني بتستوي، وادي كده خلاص عملنا البشاميل. تعالوا بقى ادي البشاميل اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصي السمكه بتاعته انا عايزاه كده، ولا تخين قوي ولا تقيل. ودي اللحمه المفرومه معصجناها. وطبعا المكرونه معروف بتتسلق ازاي. دي بقى صينيه دهناها حته زبده، وحطيت فوق كده معلقتين بصومات اللي هو بتوع الفليه. ليه؟ عايزه اقول لكم يعني بيخلي الخرطه البشاميل تطلع الخرطه بخرطتها. هنا بقى حطيت معلقتين صلصه كده من بتوع المحشي كانوا عندي في التلاجة، اطعم بيهم المكرونه. ما بحبهاش تكون بيضه، وانت لو حابه بقى تكون بيضه براحتك. مع ايه كبشتين او 3 كده من البشاميل علشان خاطر ايه اساعد ان الخلطه تطلع مظبوطه يعني. ده سر بقى ايه ازاي تطلعيها من الصينيه مش شبطانه، انك تحطي شويه بصومات على السمنه او الزبده اللي انت حاطاها في قاع الصينيه، ثم انك تحطي بشاميل على المكرونه نفسها. المكرونه دي سلقتها ازاي؟ بتتحط على النار لمده من 9 دقائق ل 10 دقائق مش اكتر من كده. وجينا نحط اللحمه المفرومه. هنحتاج تاني نروح نجيب برضو من الصينيه بتاعتنا اللي احنا عملناها. عملنا بقى كميه كبيره عشان نبقى براحتنا على الاخر. ونيجي نحط بقى ايه برضو مغرفه كده من البشاميل عشان يتماسك. انا دلوقتي عايزه خرطه البشاميل زي بالظبط الجلاش كده ما بيطلع خرطه بخرطه. تابعوا بس العوامل معايا والخطوات هتلاقوا تعملوا احسن صينيه من احسن مني ومن اي حد صينيه بشاميل. جبنا المقصوره بتاعتنا او اي حاجه كده، آلة كده بتاعت البطاطس تغرزي بيها كده عشان ايه تجمد. بعد كده هنحط بقى البشاميل على الوش. تكوني سريعه لان كل ما بتعملي البشاميل بتاعك تقيل، ولو انت بقى بطيئه شويه والبشاميل تقيل، شويه حليب شويه شوربه شويه ميه مع تظبيط التوابل طبعا. عايزه اقول لك يعني عادي انت ممكن تعملي البشاميل بميه وعليه مرق دجاج بقى شوربه، وممكن تعمليه بشوربه فايضه عندك، وممكن تعمليه بحليب بس، ولا كريمه ولا اي حاجه. انا هنا هعمل لكم عزومه غير مكلفه بالمره. انتوا ممكن لو اخر الشهر تعملي العزومه دي. طبعا معروف كلنا بقى بنبقى اخر الشهر مفيش فلوس وكده،
بتبقى يعني تقريبا خلاص ميزانيه البيت خلصت، وفاجئتنا عزومه، نعمل ايه يعني؟ مش هنعملها، هنعملها كده خلاص، نحطها بقى في الفرن دي تستوي. تعالوا بقى نقول بسم الله ونعمل الجلاش. طبعا اللحمه المفرومه زي ما قلت لكم، ودي السمنه بتاعتنا سايحه بقى او سايله زي كده، مش شرط يعني. جبنا صاج الفرن بتاعنا الحلو الجامد جدا ده، دهنا في القاع كده حته سمنه. وادي الجلاش بتاعنا. انا بفضل الجلاش بتاعنا يكون طازه، يعني يكوني جايباه مثلا هتشتغلي الصبح تكوني جايباه بالليل. بحبش انا الجلاش اللي بيتركن في الفريزر ده، بيتكسر. احنا بقى مش هنجيب طبقه طبقه ونقرف نفسنا ونوجع نفسنا بقى، دي عزومه بقى وانت اللي قايمه بيها لوحدك ومفيش حد بيساعدك، وعايزه تخلصي بسرعه على العصر تكوني مخلصه. عايزه اقول لكم ان انا دخلت المطبخ الظهر كنت بعد العصر مخلصه اصلا يعني. جبنا اتنين قطعتين كده من الجلاش زي ما انتم شايفين كده، اوريكم. بندهن بين كل طبقتين وطبقتين ايدام، مش شرط تدهني بين كل طبقه وطبقه. هو مش جلاش حلو عشان عايزينه يبقى مقرمش وفيه ايدام كتير برده، مش عايزين الاكله تكون تقيله برده. وفي تركايه حلوه جدا جدا هتخلي لك الجلاش دوت زي الكيك، هقول لك عليها. اصبري متمشيش، اوعي تقفلي الفيديو. اهم حاجه لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وازاي تشتركي وتعملي سبسكرايب في قناتي؟ هتلاقي كلمه سبسكرايب، لو تليفونك بالانجلش هتلاقي مكتوب تحت كده تحت الفيديو سبسكرايب، لو تليفونك مترجم عربي هتلاقي مكتوب كلمه اشتراك. هتدوسي عليها وتفعلي الجرس على كلمه الكل، كده كل ما انزل فيديو جديد ان شاء الله وباذنك يا رب هيوصل لك باذن الله. بس يا رب عجبك، يا رب عجبك ولا عجبك بقى، يا رب اللي بيتفرج عليا يا رب عجبه يا رب. انا لو عجبك هتحطي لي لايك. احنا طبعا هنيجي نتنين كده، بس اصبروا بقى ايه اما نيجي نكمل بقيه الايه الجلاش. زي ما انتم شايفين قعدنا نرغي مع بعض، ونسيت اقول لكم ان انا حطيت 4 ورقات، يعني 2 في 2 في 2 تحت كده لغايه ما، وفي النص رحت حاطه اللحمه المفرومه. وبعد كده بقينا نحط ايه بقيه الورق الجلاش. فاضل كده معايا 2 بس كده، بضغط بايدي كده عشان انا عايزه ايه الجلاش يبقى متماسك، مش بعد ما يستوي ابص الاقي الرقاب بتخرج عن بعضيها وتقولي لي ده هي بتخرج عشان احنا حاطين سمنه او زبده. لا لا، مفيش الكلام ده خالص. في تركايه بقى، اصبري عليا كده اقولها لك، مش هتخليه يفصل عن بعضه ويبقى جامد جدا جدا. بصوا، عزومه جاله جدا، ولا معايا فوطه بنضف المطبخ ولا اي حاجه، بدون ما وسخت الدنيا ولا بهدلت الدنيا ولا اي حاجه. يعني حتى الموكيته بتاعت المطبخ مفروشه في الارض عادي، والمطبخ قدامي نضيف والدنيا حلوه جدا جدا يعني. بس لازم نقطعه هنا قبل ما نبدا نشربه السائل بتاعه، اللي هو فيه تركايه حلوه جدا جدا. مش عايزه احرق المفاجاه، انا مش هقول لكم قبل ما اجي اعمله عشان اضمنك ان انت تتفرجي على الفيديو وتقولي لي رايك في الاخر. انا بعمل اكله وبعرضها على الانترنت عشان ايه؟ عشان انت تشوفيها وتقولي لي ايه رايك. جبنا هنا كوبايه من الحليب على بيضايه. التركايه بقى بيكنج كربوناتو، وده شويه فلفل اسمر، ونحط شويه ملح كمان ونقلبهم. شفتوا التركايه ايه؟ بيكربوناتو، اللي هي كربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها على عجينه الطعميه او الفلافل. تمام؟ مفيش يبقى بيكنج باودر، هيخلي لك القطع حلوه قوي. كده بقى الجلاش خلاص سهل يروح الفرن رخر. تعالوا بقى نعمل لكم ال- الكوسه بالطريقه دي ازاي. احنا قورناها زي ما شاورت لكم كده بالمقوار، وجينا قسمناها مرتين على حتتين. وبعد كده اهو لازم الكوسه تكون كبيره، وانا لما باجي اقسمها ما بقسمهاش عدله، بقسمها بسمبوكسه هرم كده، يعني شفتي زي هرمي كده اهو. بعد كده نجيب بالمعلقه، انا ممكن اعملها بالمقوار زي ما قلت لكم، بس انا افضل بالمعلقه عشان ما اجرحش الكوسه بتاعتنا اهو. بالمعلقه بصوا سهله ازاي. يا رب بس تكون اضاءه الفيديو واضحه لحبايبنا. في ثانية واحدة لو عندك 5 كيلو كوسة هيتعملوا. عايزة اقول لك موفرة جدا جدا وبترمي معاكي كتير جدا، يعني استخدمي كل عزايمك. اعملي الكوسة المحشية دي، اعملي الجلاش، اعملي البشاميل جنب اللحوم بقى والحاجات دي، يا سلام. ودي اللحمة المفرومة اللي احنا عاملينها طبعا. هنبدأ بقى نحشي بصي بسهولة. يعني عايزة اقول لكم ان انا ما جريتش الفيديو، الدنيا برضو كانت معايا سهلة جدا يعني. اقسم بالله العظيم 3. وانا من الناس اللي ما بتحبش تحلف وهي مش قد الحلفان. انا بخاف ربنا جدا على فكره يعني. الحاجات دي كلها اتعملت في يوم واحد، اه والله العظيم. دخلت المطبخ حوالي 11 ونص كده، يعني الظهر ادن عليا وانا في المطبخ وانا صح. وبعد كده رحت بدات في كل الشغل اللي انا بدأ قدامكم ده. هنجيب بقى اللي احنا طلعناه من الكوسه نرمي؟ لا طبعا، احنا متفقين مطبخ شمس ومروان موفر جدا جدا جدا. حطيناه في القاع تحت، وهنعمل صوص حلو جدا 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 هنحطه، هيخليكي يعني تاكلي الكوسه دي باللي في القاع تحت، يعني ما اقولكيش. لازم نزوقها بقى، اهم من الشكل الشكل.
يعني ضيوفي بقى، مش ضيوفي، حبايبنا واخواتنا يعني، يفاجئوني كده وانا بغرف لهم، يلاقوا الحاجه كده بتتغرف بطريقه كده مش حلوه، او هي مستويه بطريقه مش منظمه. ايه رايكم بقى؟ دول حتتين كده مش عارفه احطهم فين بصراحه، الصينيه خلاص خلصت يعني، ما شاء الله يعني بترمي معايا كتير. انا عايزه اقول لكم ان ده كيلو وربع كوسه، مش كتير. الصوص بتاعنا ده بقى سهل جدا، بصلايه على تومايه على قرن فلفل احمروا على النار، ثم حطينا عليهم الطماطم بتاعتنا، غليت بقى تقيل بالشكل ده زي صوص المكرونه بالظبط يعني. شربنا بيه بيكون سايل شويه، وشربنا تدخل الفرن في قد ايه، بس لازم الصوص يكون سخن علشان خاطر الكوسه بتاعتنا نيه، بس احنا مقورينها مش هتاخد سوا يعني. وطبعا انا بقى اروح اشوف دلوقتي الجلاش والبشاميل في الفرن طلعوا، اروح مدخلين حبيبتنا. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنعمل لكم حاجه حلوه جدا. هنجيب نص كوبايه زبادي، يعني معلقتين زبادي كده، مع ايه بقى؟ كاري، بصل بودر، بهارات فراخ، توم باودر، كركم، بابريكا، زعفر بقى اللي هو لون الزعفران الاصلي الحلو ده بقى، شطه بقى لو انت حابه، وشويه ملح طبعا وخل. فاضل الملح دلوقتي، نقلب بس الليله دي كلها على بعضها، عشان الملح الحاجه الوحيده اللي يعتبر خشن شويه يعني. انت ممكن بدل الزبادي تحط حليب. الفراخ بتاعتنا احنا مقطعينها زي ما انتم شايفين كده صوابع، تجيبي صدر الفراخ وتقطعيه صوابع، او تقولي للفرارجي بقى يقطعوا لك كده يعني، وغسلاه ومصفياه وحاطاه في طبق نضيف قدامكم كده. كده فاضل الملح بتاعنا. انت ممكن بقى ايه يعني تجهزي الحاجات دي من بالليل بقى، يعني كل ما تقعد في التتبيله الحاجات دي بتبقى جامده جدا يعني. ده بقى الدقيق، جبنا كوبايتين دقيق حطينا عليهم ملح، بابريكا، كركم، كاري، شطه لو انت حابه، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ بقى، دول شويه اللي كانوا فاضلين عندي في الكيس قلت احطهم. هنا بقى النشا، دي كوبايه نشا، احنا هنحط نص كوبايه بس على الكوبايتين اللي هم كوبايتين دي، نحط عليهم نص كوبايه نشا. فاضل بقى ايه اللي احنا حطيناه في الاول دوت؟ بيكنج باودر على فكره، عشان بس ايه تبقوا عارفين. جبنا الفراخ بتاعتنا قطعناها، الفرخه اتقطعت حوالي 15 قطعه او 14 قطعه، وغسلناها وصفيناها وقطعناها بالشكل الجامد جدا اللي انتوا شايفينه ده، وغرزناها. نعمل لها خلطه حلوه قوي بقى، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، كركم، بابريكا، كاري، 7 بهارات، فلفل اسمر. بقيت نص كوبايه الزبادي اللي احنا عملنا بيها الفليل اللي فات هنعمل بيها ايه الفراخ هنا. ونقلب بقى الخليط الجامد ده، شويه خل، ممكن حليب بدل الزبادي برضو على فكره. والفراخ دي بقى لازم قبلها بيوم شويه بابريكا، عشان انا نسيت احط بابريكا، عشان يحمر لي لونها كده وتبقى جامده جدا يعني من غير ما تتسلق. وهنعمل الفراخ الكنتاكي الجامده جدا دي فراخ كنتاكي. صح، انا عملت العزومه وجيت اعمل الفراخ دي تبلتها زي ما انتم شايفين كده، ونسيت خالص احطها في التصوير، كانت لسه عماله تتقلي، ونسيت اغرفها في الاطباق اللي انا وريتها لكم في الاول يعني، بس ان شاء الله اوريها لكم في الاخر. بس كيس استرتش بقى ونغطي بيه الكلام ده. الدقيق بتاعنا بقى عباره عن دقيق وملح وبابريكا وكركم وكاري وزعتر لو انت حابه، وفلفل اسمر وتوم باودر والبصل باودر، وشويه توابل فراخ زي ما احنا متعودين. وده الكيس بتاعنا اللي هو فيه النشا. هنحط برضو شويه ايه عليه كده، يعني الكوبايتين دي زي ما قلت لكم في الاول بياخد نص كوبايه من النشا، والبيكنج باودر طبعا اساسي يعني، بلاش كربوناته. يلا بقى نعمل الكفته، كده خلاص الفراخ جاهزه. يلا بقى نعمل الكفته بتاعتنا الحلوه الجامده دي. هنجيب 2 كيلو لحمه مفرومه حلوه جدا، جبنا بصلايه صفينا الميه بتاعتها، ميه البصل دي حطينا طفل البصل بس مع الملح، وحطينا ملح هنا كمان على ميه البصل دي. بهارات ماجي بتاعت الكفته سهله جدا يعني، انا حطيت ملح وفلفل اسمر والبهارات ماجي، ادي الكفته وطفل بصل طبعا. جبنا شويه من بهارات الماجي دي وحطيناها على ميه البصل بتاعتنا. جبنا صينيه، طبعا انا اسفه للصينيه المنظر ده كنت عامله فيها فينو قبلها بيوم يعني. هنجيب السيخ بتاع الشوي، ممكن تعملي فيه زي ما هو كده وتشوي على الفحم بقى، احنا هنعمل في الفرن كله بقى عشان فحم وكده بقى، انا مش عايزه ايه الشقه يبقى فيها دخنه كده وفي حد عندنا. هبلي ايديكي من ميه البصل اللي احنا حاطين عليها شويه توابل ماجي مع ايه
مع فلفل اسمر وشويه ملح. بصي نعصجها بالطريقه دي كده، يعني جبنا اللحمه قلبناها، اهم حاجه تعجنيها بس. خلصي الكميه بتاعتنا عشان ما نطولش على حبايبنا، ونرجع لكم بالصاج الجامد جدا ده. ايه رايكم؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الصاج يعني شفت ال 2 كيلو الصاج عندي فاض لحمه تاني، رحت مكوراها كده، دول عينهم بقى في الفريزر ما لهمش لازمه يعني، لو احتجتهم ممكن ادخلهم في صاج في الفرن يعني. تعالوا بقى الدقيق بتاعنا اللي احنا عملناه بالخلطه الجباره. هنجيب بقى ايه بوله كده فيها شويه ميه ساقعه من الفريزر، ونجيب صدور الفراخ اللي احنا متبلينها من امبارح بالليل او من الصبح مش هتفرق يعني، ودي قلايه على النار، فيها الطاسه بتاعتنا فيها شويه زيت حلوين كده، قلايه عميقه. بنبدا نعمل ايه؟ بنحط صدور الفراخ دي في قلب الدقيق، ثم الميه، ثم الدقيق، ثم الميه، ثم الدقيق، لمده من مرتين لثلاث مرات، تديكي كميه حلوه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الفراخ اللي قدامكم دي نص كيلو بانيه. تخيلي نص كيلو بانيه، الطبق اللي قدامك ده هوريهولك في الاخر بعد ما يستوي هيبقى قد ايه. انا دلوقتي حطيت واحده، لقيت النار لسه مش عاليه قوي، وانا لازم يبقى النار عاليه ليه؟ علشان الكفر بتاع الفراخ ما يطلعش. سلام. انا من عشاق الاكله دي بصراحه. هي الاكله دي اساسا اسمها اصابع فرنجه، يعني دي تتبيله اصابع الفرنجه. ممكن تعمليها في الجناح، وممكن تعمليها في الصدور، وممكن تعمليها في الافخاذ كمان يعني، بطريقه سهله جدا وبسيطه تقدري تعملي الاكله بتاعتنا. وبعد كده تروحي ايه قليه الفراخ بتاعتنا بالطرق السهله دي، ما نقلبهاش خالص، ما ينفعش ان احنا نقلبها، لان احنا لو قلبناها الكفر بتاعها هيطلع. اهم حاجه الزيت يبقى حامي جدا، زائد بصوا انا ما بدبتش اهو، مع الاقل لما لقيت ايه عايزه تتقلب على الجزء التاني، وتقليب خفيف جدا مع بعض كده، وانا سبتها لغايه ما احمرت خالص. تعالوا بقى ايه نشوفها كده مع بعض. بصوا سلام، انا نفسي تكونوا سامعين معايا القرمشه الجامده الحلوه جدا دي. بصوا الكلام، يا لهوي يا خرابي ايه الكلام الحلو ده. شايفين كانت قد ايه وبقت قد ايه وهي مستويه من الكفر، ولسه هاتي وحطي في الميه كل شويه من الدقيق للميه، وبعدين من الميه ترجع تحطيها في الدقيق تاني. اهم حاجه قبل ما تنزل في الطاسه تكوني عملتيها في الدقيق، ولا بصومات بقى وتعملي بانيه. ده شغلانه جدا على فكره، ده الطريقه دي اسهل من ايه البانيه بتاعنا جاهز اللي انت ممكن تعمليه. جبنا بقى منديل كده ورحنا مطلعين عليه الفراخ الجامده بتاعتنا دي. يا سلام يا سيدي يا سيدي، ما احلاكي اكله، ما احلاكي اكله، جامد جدا جدا ما شاء الله. بصوا بقى فتحتها قدامكم بقت عامله ازاي. خلاص الكميه بصوا. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي الكبده بتاعتنا ما لحقتش بقى اصورها معاكم بصراحه، الكفته طبعا احنا مصورينها، ودي طلعت من الفرن بصوا عامله ازاي، جامده جدا. وادي الفالي بصوا الشويه بتوعنا قد ايه ما شاء الله يعني، وادي الجلاش، وادي الكوسه، وادي البشاميل الجامد بتاعنا. عملنا بقى شويه سلطه طحينه وسلطه خضراء. هي رد الكبده بالرده اللي ما لحقتش اعملها معاكم بصراحه يعني. والملوخيه معروف يعني، شوربه بتغلي وعليها مرقه دجاج، ونروح عاملين تومه عليها كزبره، ونتش يا معلم التوم بقى. اوريها لكم دلوقتي الملوخيه، نغرفها بس الاول. ايه رايكم في الفيديو بتاعنا النهارده؟ فيديو جامد جدا جدا جدا. اهم حاجه ما تنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، واللي مش مشترك في قناتي في صندوق الوصف هتلاقوا اللينك بتاع القناه، يسعدني ان انتوا تشتركوا فيها. ونقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذنك يا رب.